السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة معانا نوع من انواع البسكوتات. البسكوت اللي معانا النهاردة عجينته سهلة جدا ومكوناته اسهل والطريقة بسيطة جدا فوق ما تتخيلوا، لكن الطعم بتاعنا النهاردة فوق الوصف. بسكوت بالزيت، بزيت التموين كمان. لو عندك زيت تموين هينفع في الوصفة بتاعتنا دي جدا. بسكوتنا النهاردة مقرمش وروعة وبيدوب في البق. انا هقول لكم النهارده على المقادير الاساسيه بتاعتنا، لكن الكميه اللي موجوده قدامكم في الفيديو دي الكميه الضعف، لان عدد العيله عندي كبير ما شاء الله شويه، فده على حسب عدد الاسره الموجوده عندي. المقادير الاساسيه هي عباره عن 2 كوب دقيق، كوبايتين دقيق، نص كوبايه سكر بودره، كوبايه زيت، 2 بيضه، عندي نص معلقه ممسوحه بيكنج باودر، عندنا رشة فانيليا خفيفة، عندنا معلقتين أو 3 معالق من المية، وده لو احتاجناهم وهنقول ليه هنحتاجهم بعد كده. احنا نراجع مع بعض تاني المقادير. عندنا نص كوباية سكر بودرة، عندنا كوبايتين من الدقيق، عندنا كوباية زيت وبيضتين، وعندنا نص بيكنج باودر، نص معلقة بيكنج باودر تكون كبيرة، ورشة فانيليا، ومعلقتين مية. طريقتنا النهاردة سهلة وبسيطة جدا. كل اللي هنعمله هنحط السكر ونضيف عليهم البيض بتاعي وهنقلب كويس لحد ما يمتزجوا مع بعض. مش لازم المكونات اللي قدامي او الخلطة اللي قدامي او العجينة اللي قدامي تتحول لكريمي، ممكن تعمليها على ايدك عادي، المضرب الكهرباء مفيش مشكلة، لكن المضرب اليدوي بيقضي الغرض، يعني مفيش مشكلة. المهم في ملاحظة بسيطة جدا، ان السكر لازم يكون سكر بودر، لان السكر لما بتحط محبب وبتحط عليه الزيت، فالزيت بيمنع ذوبان السكر، فبتيجي انت تعجني العجين وبتدخليه الفرن بتلاقي العجينة حجمها زاد وبتبرش معاكي في الفرن، وده سبب ان العجينة بتزيد معاكي وحجمها بيزيد، وممكن لو انت حطاها جنب بعضها بتدخل على بعضها العجينة. كده السكر عندنا داب، بنحط الزيت بتاعنا وبندوب، قلب كويس جدا. بنزود كمية الفانيليا دي سايلة يا جماعة، قلت قبل كده ما نكترش منها لأنها ممكن تمرر العجين اللي عندي لأنها مركزة. بعد ما دوبنا الخليط ده ننزل بالدقيق بتاعنا كله مرة واحدة بالطريقة دي. نستخدم بقى سباتيولا أو أي معلقة خشب ونقلب كويس لحد ما تكون عندي عجينة متماسكة اقدر ان انا اشكلها. البسكوت ده جميل جدا يا جماعة، انا جربته، انا خدت الوصفة من شخص معين ربنا يبارك فيه يا رب، بس كان فوق الخيال. البسكوت جميل جدا، ده ينفع طبعا للشاي وللبن وللنسكافيه وللقهوة. احنا كده هنا مش هنحتاج المية، والمية انا هقولك، انا قلتلك يبقى عندنا معلقتين ل3 معالق مية. ليه عندنا معلقتين ل3 معالق مية؟ عشان لو لقيت العجينة بتاعتي شدة معاها شوية بزود المية عشان اقدر احطها في الكيس، والبلبلة نعرف نشتغل بيها في البلبلة او في الايه في الكيس بتاع الحلويات. ده الشكل النهائي بتاع العجينة بتاعتنا يا جماعة. انا عايزها تكون طرية كده زي عجينة الكيك بالظبط. العجين بتاعنا النهاردة ده او وصفة البسكوت اللي معانا يبقى العجين بتاعها شبيه بعجينة الكيك، قريب شوية ليها، يعني مش نفسه بس قريب، بنفس السمك ونفس التخانة اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي.
احنا هنحطها في كيس الحلويات ونشكلها، فخليكم معانا شوفوا هنعملها ازاي. هندخلها على فرن درجة حرارته 150 درجة، يعني احنا هنحمي الفرن يبقى حامي، ونهدي الفرن على درجة 150 140 درجة، تقعد لها حوالي 10 دقايق، وبتطلع البسكوتة معانا فوق ما تتخيلوا.